بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل اهو بلح الشام. معانا نص كوباية من الزيت، هنحطها على النار كده. دول كوبايتين ونص من الدقيق اهو، وربع معلقة ملح ومعلقة سكر على الدقيق. وبعدين نقلبه كده، نقلبه ببعضه الدقيق بالحاجة اللي هنحطها فيه. وبعدين معانا معلقة نشا وربع معلقة محسن كيك، نحطها اهو على الدقيق وهنقلبه ببعضه. الزيت كده سخن اهو، هنحط له المية. حط كوبايتين مية، كوبايتين وربع مية بالكوباية دي. وهنقلب الدقيق اهو مع الحاجة اللي حطيناها، مع البيكنج باودر والملح ومعلقة السكر وربع معلقة محسن كيك مكان البيكنج باودر، وحطينا معلقة نشا كبيرة على الدقيق كله. هنقلبه كله ببعضه كده زي كده. نقلب الدقيق كده مع بعضه، نقعد نقلبه لما كله يتخلط مع بعض اهو. المية خلاص هي غلت اهي. هنحط بقى الدقيق، الكمية كلها نقلبها بقى كده. نحط عليها على النار، نقلب بقى. لما الدقيق كله يختفي وكله يتساوي مع بعضه، نبدأ نشيلها بقى من على النار. بس هي لسه شوية. كوبايتين ونص، اخد نص كوباية زيت مع كوبايتين وربع مية، معلقة نشا كبيرة، معلقة سكر كده صغيرة، ربع معلقة ملح صغيرة خالص، وربع معلقة من محسن الكيك او بيكنج باودر يعني اللي موجود، يعني البيكنج باودر لو محسن كيك هي هو واحد. سخنة
شويه بس على النار كمان عشان لسه ما عملتش قوي، سخنت قوي. والشربات بتاعه 3 كوبايات سكر على 2.25 ميه، 2.25 ميه و3 كوبايات سكر وعصرة ليمون. حطهم على النار، ما تقلبهمش لغايه ما السكر يدوب وتغلى خلاص. 10 دقايق كده تروح عصرة الليمونه، عصرة ليمون عليها يعني نص ليمون عليها، اقل من نص، تعصريها كده عصرة واحده بس. بس كده العجينه كده خلصت اهي، يعني كده على النار. لسه بقى هنحطها نبردها على حاجه عشان نضيف لها البيض. العجينه جبناها نحطها على الصينيه دي اهي، والحله اهي مكانها اهي. هنحاول بقى نبردها على الصينيه. العجينه تبرد كده بس. معانا نقطتين اهو، نكسر البيض. نحط مع البيض فانيليا اهو، نقلبه كده الفانيليا عشان ايه ريحته تروح، الزفارة تروح. الفانيليا هتشيل ريحة الزفارة. نبدأ بقى نحط البيض على العجين اهو، شوية بشوية كده. نخليها نضيفه. هحاول اعملها بايدي عشان هي سخنة كده. ولو في عجان بقى تتبرد وتتحط في العجان بقى، بس هي ممكن تعملها بالايد وممكن ايه تعمل في العجان عادي. هي سخنة لسه سخنة كده، مش عارفة امسكها بايدي سخنة. العجينة كده خلاص اخذت البيض وبقت جميلة اهي. شفتها بقى عايزة
سيبها بقى كده. خلاص العجينه خلصت بتاع الشام. هنغطيها كده بس 10 دقايق على ما نحط المقلايه والحاجات اللي هنقلي فيها، تكون العجينه ارتاحت. العجينه اهي ارتاحت اهي. هنقطعها بقى، هقطعها بره النار، وبعدين بقى ايه هبقى اروح اعملها على الزيت. مش عاملاها طريه اللي هي في المكنه كده والطريقه، لا كده احسن. نجيب بقى صينيه اهي غسلناها ودهناها بالزيت، ونجيب بقى القمع اهو، قمع عادي كده بايدك على طول اهي. تروحي بقى ايه ضغطاها كده اهي كده بس كده. انا شايفه القمع ده تخين شويه، لسه كمان هي العجينه هتنبش مع الزيت. هنحط بقى قمع تاني صغير شويه، رفيع شويه اهو. بس لازم نقصه كده الاول. شوف بقى الزياده، نروح بقى ضغطينه بصباعنا كده اهو كده اهو. ملح الشام اهو جميل اهو. هنشيل احنا التخين ده نعمله تاني عشان ايه يبقى كله زي بعضه. بس التاني ده تخين قوي كده، ده تخين قوي مش نافع، يبقى منظرها كبير قوي، تبقى عامله زي بتاعه السوق التخينه دي. احنا عاملين بده اهو كده كده اهو يا ولاد. شايفين يبقى جميل جدا بقى ما تحط في الزيت، بس حطيه في الزيت وهو طري، الزيت طري، وبعدين الزيت يسخن عليها بقى، تلاقيها بقى زادت كده وبقت جميله واستوت في قلبها وبقت حلوه. هخلص بقى التقطيع، واما اجي اروح على الزيت بقى هوريكم بقى نقلي ازاي بالزيت. خلاص اهي قطعتها اهي. هنروح بقى على الزيت عشان نحمره. ملح الشام قطعناه كله اهو، وهنحمره بقى في الزيت.